ايه اللي حصل في ماتش الاهلي والجونة؟ تعالوا نشوف بالتفصيل. هنا امام عاشور راح يتكلم مع يوسف بالعمري، عشان كده اتأكدت ان يوسف بالعمري هيكون نجم اللقاء. طبعا مع البداية انا قلت ازاي يبقى ده جمهور الاهلي وازاي العدد كان قليل كده، بس لقيته بيزيد مع بداية اللقاء وفعلا زاد عدد كبير. طبعا هنا انا كنت يعتبر مستغرب من اداء الشناوي، يعني كان في كام كورة ارتبك فيها في الاول. طبعا ده نجم الماتش كله، مش عارف اقول ايه. هنا بقى امام عاشور سجل الهدف الاول للاهلي من رأسية رائعة، وطبعا اللي راح يحييه الدكة، وشوفنا طبعا يعني اللي بيحييه برضه كان كاموش، وانا كنت لا ما كنتش مبسوط، كنت عاوز انه يبقى افضل من كده، كاموش هو اللي يكون جايب الهدف. طبعا يعني هنا امام عاشور بقى جرى عشان يعمل الرقصة اللي بيحبها، وهي رقصة الاسد. وهنا محمد هاني راح يكلمه وبيحييه على الهدف، وشوفنا امام عاشور بعدها راح للدكة. شوفنا بقى نسلم مع مين؟ سلم هنا على ياستروب المدير الفني اللي مبسوط بأدائه، ووليد صلاح الدين طبعا عشان المشكلة الأخيرة، وطبعا ده يعني عودة لإمام عاشور. وبعد اللقاء لقيت لك المعلم تروب خارج من الاستاد، وركب العربية على طول بتاعته ومرضيش باين يركب الأتوبيس، وروح هو وأسرته أو الجهاز المعاون بتاعه. ده كان ماتش الأهلي والجونة وأبرز التفاصيل.